ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخيرات اخواني الاعزاء. حادث هذا اليوم يعني جميع الاطراف مقصره انا اعتبرها. اكيد ننتظر تحليلاتكم وننتظر يقول انت مقصر، والاخ يقول ما ادري شيء، وواحد يقول هي هذا حالنا. انا مالي دخل بهذا الكلام، انا حادث اصطدام اريد نحلل. اولا طريق المرور السريع، مواصفاته قبل اسبوعين عممنا وذكرنا او اكثر من شهر شنو هي مواصفاته، شنو الممنوع عليه. ممنوع المركبات الزراعيه اكثر من مترين، ممنوع الوقوف، ممنوع اي عجله او دراجه تسير اقل من 60 سي سي، ممنوع الدراجات الهوائيه، ممنوع العربات التي تسحبها اجلكم الله الحيوانات لان سرعه اقل من 60. طيب من المسؤول عن دخول وعبور هذه المركبات؟ اكيد الدراجات اللي موجوده على طريق المرور السريع. طيب من يصير اصطدام، اللي اصطدم بهذه العربه كم كان يسير بالسرعه؟ هل كان منتبه او لا؟ هاي انتم راح تحللوه وياكم، راح اتركها لكم. وهم راح يعني نشبع انتقادات من عندكم على الراس مجرد نحلل حادث. طبعا طريق محمد القاسم السريع يوم 10 12 الساعه بالسبعة و50 دقيقه صباحا، يعني 8 الى 10 صباحا. يعني هسه تونا قاعدين من النوم، درجه النشاط تكون جيده، رايحين للشغل رايحين للدوام، جاي سهرانين نعسان ما ندري. هذه المنطقة المحصورة ملعب الشعب باتجاه بغداد الجديدة. هذا هنا المخرج مال ملعب الشعب قرب مديرية النجدة. هذا المدخل هذا العفو للطريق السريع، وهذا المخرج باتجاه جسر الرباعي، يعني حتى تكون الصورة واضحة. حركة السير جدا اعتيادية. أول مخالفة اللي هي ممنوعة نهائيا، ممنوعة نهائيا العربة، ما أجلكم الله الحمار. كم السرعة هي هاي مالتها؟ ايش قد؟ 10 كيلو 5 كيلو بالساعة. هذا ممنوع ممنوع ممنوع. مسؤولية منو محاسبتهم؟ أكيد الدراجات المسؤولة على هذا الطريق هي مسؤوليتهم تحاسب هذه. تمنع هذه أصلا ممنوع، ماكو مثل هذا الكلام. دا يمشي دا يمشي. راح نشغل الصورة وتلاحظون الدراجة. شوفوا هذا أبو الدراجة وينه؟ خليجي أبو الدراجة، خلينا نشوفه. لاحظوا هذا سائق الدراجة. انتبهوا علي، أنا ما راح أحكي، مو هذا اللي بعده، هذا ابو سائق الدراجه هذا. لاحظوا الحركه جدا طبيعيه، ماكو مضايقه للمركبه نهائيا. يعني مركبه ضايقه ماكو، دا يمشي ودا يمشي بسرعه ايش قد؟ 40 50 كيلو متر بالساعه. لاحظوا بطيء. شنو اللي خلاه مباشره؟ شوفوا الاصطدام الرهيب اللي وقع بعض. هاي بالبطيء بطانه. لاحظوا الاصطدام اللي وقع. طبعا رفع رجليناته ابو صابر وطلع. انا الحادث ما كان عرضته، لكن شنو انه الحمد لله اطمئنيت انه حرك رجله. اول مره اعتقدنا انه يعني اصابته خطره جدا، لكن حرك رجله. وراها اجوا الشباب، هاي الغيره معروفه، اجوا الشباب خلوه يجلس هنا وجهه مجرح والدم الحمد لله شوفوا ما عنده، لكن اكيد هو بحاجه الى نقل المستشفى. الدراجه فدوه له. اذا نعيده مره ثانيه لاحظوا اكو اسباب اخواني. اولا العربه ممنوع، هو شو ما فهم ابو العربه؟ ممنوع، لازم يجي واحد يمنعه يقول له ممنوع تطلع منه. اخواني سريع الدراجات تحياتي لكم، انتم اخواني الصغار، لكن هذا مسؤوليتكم. يمنع منع اي اليه اي دراجه اي شيء اقل من 60 كيلو متر على طريق المرور السريع ممنوع. واجب منو يمنع؟ واجب المرور. يعني لاحظوا ابو الدراجه من اجى بهذه المنطقه، شوفوا ماكو سياره ضايقه نهائيا، اجى عدل. هاي تتذكرون ابو الجادريه همين السياره واقفه وجاب الدراجه راسا بالسياره. لاحظوا المشكله هنا، المشكله ابو الدراجه. شوفوا اكو سياره مضايقته نهائيا؟ ماكو ماكو. زين انت دا تمشي نظرك وين؟ ما دا ادري. شوفوا شلون اجى، حتى مواقف ما استخدم مواقف نهائي باعوا، اي مواقف ماكو. ما ادري هفوه، قد يكون نايم. شلون نايم ودا يسوق دراجه؟ ما ادري. غفله من عنده؟ ما ادري. باله سرحان؟ ما ادري. وابو العربانه راح، والحمد لله والشكر انه ساق الدراجه قوموه الشباب وقعد. لكن معلومات اللي عندي وجهه كله جروح، ويعني حالته لا تخلو من الخطوره، اتمنى له السلامه. فالمسؤوليه على من تقع يا اخواني؟ ساق الدراجه هناك قصور منه. لنفرض وهو ممنوع اصلا، يعني اذا دا امشي بطريق دولي اعرف اللي لي واللي علي، انه ما انتبه على مشاتي شيء امامي، يعني ماكو مشات ممنوع، ولا انتبه على مركبه اقل من 60 كيلو متر لان ممنوع اصلا، فامشي انا براحتي. لكن هنا اللي عندنا ماكو.
ماكو مثل هاي، لان الاكثريه ما يعرفون مواصفات الطريق السريع شنو، السرعه المحدده ايش قد، اقل سرعه ايش قد ما يعرفوها. هذا اللي خلى انه منع ماكو الرقابه اولا. اثنين، هذا اللي طلع اللي هو ما يعرف كل شيء بتعاليم المرور مبين يعني. ولاحظوا ابو الدراجه اللي اجى طبعا المخرج يقول لي تعال من المقر، عمي مقر على الثنين يعني هذا هم اجلكم الله حيوان يعني، هم خطيه الفزه ما ادري، بس لا حصل من وراها ما ادري. على كل خلونا نشتغل اخواني، خلونا نكمل الحلقه. اخوان الاعزاء، طبعا احنا نعرض هذه الحوادث هي نريد نتعظ منها. يعني هو الاخ ما ادري كان نايم بالدراجه، حسب بباله قد يصير قد يسهو والعربانه ممنوع تمشي وسريع الدراجات ممنوع، يعني لازم يمنعوه.